السلام عليكم يا جماعة. هقول لكم بإذن الله على طريقة جميلة جدا لحشو الحمام، وهي دي الطريقة الأصلية أصلا. لو انتوا جربتوها مش هتعملوا غيرها بإذن الله. طبعا أنا النهاردة هنحشيه بالفريك، أو البرغل. الناس بتقول عليه كده وناس بتقول عليه كده، بس طبعا لازم يكون متنقي كويس جدا ومحطاه في مصفى ونقعاه. بعد ما تنقعيه كمان تحطيه في مصفى وتغسليه، لأنه بيبقى فيه مليان رمل. طيب هنحشي ايه بقى؟ ده رز بيبقى محمر بحتة سمنة بلدي، وبعدين هنضيف ومعانا برضو كزبرة. مش حاجة تانية يا جماعة غير الكزبرة، مش اي خضرة، لا لازم كزبرة متقطعة قطع صغيرة، وطماطمية واحدة، وزبيب. بس انا ما كانش عندي زبيب المرة دي، فما حطيتش زبيب الصراحة. اول حاجة هنحمر الرز في معلقة سمنة بلدي صغيرة، نحمره كده، وبعدين نحط عليه الفريك المنقوع والمغسول كويس. بعد كده هنلفه لفه كده، ونحط شويه ملح وفلفل، بيدي ريحه جميله جدا، فلفل اسود. وبعدين نحط الكزبره الخضراء والطماطمايه، ونقلبهم كلهم مع بعض، ونظبط بقى الملح بتاعنا والزبيب. بيبقى في حته تانية ووهم خالص. زي ما انا عملت كده، حطيت الفريك اهوت وقلبته معايا كله على النار، والنار لسه ما اتقفلتش. وبعدين حطيت الكزبره والطماطم، بس للاسف ما كانش فيه زبيب. هقلب كل ده مع بعض، وهظبط بقى البهارات بتاعتي. وبعدين احطهم كلهم في يعني اوحش بيهم الحمام. وبعدين اللي هيتبقى ده اهو احط عليه ميه، بس الميه تبقى قليله خالص، وبيبقى احلى اكل تاكليه مع الحمام. جربوه يا جماعة مش هتندموا والله. بيخلي الحمام في حتة تانية خالص، وله طعم مختلف. وما تنسوش برضو ان انتوا تلوحوا الحمام قبل ما تولعوا عليه. ممكن تلوحوه بمعلقة سمنة بلدي، بيدي طعم برضو جميل للشوربة والحمام. وبألف هنا الرز اللي اتبقى اهوت، ده بيبقى طعمه خطير جدا وريحته جايبة اخر الدنيا. جربوه مش هتندموا بإذن الله. وده الحمام كمان اتحشى اهو. لو جربتوا الطريقة دي مش هتعملوا أي طريقة تانية. دي طريقة يعني زي ما بيقولوا كده طريقة الزوات، وخاصة لو في زبيب. وبألف هنا على قلب